السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طاب حالك. الله ينفع بعلمك. بالنسبة يا شيخ عندي استفسار يا شيخ في الصلاة. نعم. والاستفسار طال عمرك، هذا الموقف صار معي صار معي قبل شوي صلاة المغرب، صار معي قبل سنة. طيب. وأنا طال عمرك جاي أتوضأ، أقضي حاجتي الله يكرمك عشان أتوضأ وأصلي صلاة المغرب. بس يا شيخ لا حياة في الدين، لكن أرى أنه يظهر من الفرج شيء كالذي يخرج عندما يجامع الرجل زوجته. هذا اسمه الودي. ما أدري يا شيخ لا الأمانة. أنا عنك. شوف أنا أخوك هذا عادي، هذا بس إنه تتوضأ عنه وأنا أخوك. هذا عادي يعني هذا يكون أجلك الله وجل الله السامعين، ما في شيء. هي 3 أشياء: المذي والمني والودي. 3. نعم. المذي هو ما يخرج قبل الشهوة، اللي هو قبل ما يخرج المني، ثم المني أجل الله مسامعكم، ثم الودي. الودي يخرج بعد قضاء الحاجة، يخرج، فلذلك لا تستعجل في القيام حتى تنظف نفسك. أسأل الله تبارك وتعالى إذا خرج من الذكر ودي، نعم، تتوضأ منه فقط ولا تغتسل منه. أسأل الله عز وجل أن يحفظك. هذا موجود. هل يشبه المني يا شيخ؟ لا، يكون يعني لا يعني يكون هو ما تبقى في البروستات أحيانا، أو ينزل حتى يخرجون أثناء مثلا إذا كان عندك تضخم، كان عندك تضخم في البروستات أحيانا إذا ذهبت إلى الدكتور يعني يسوي طريقة ما لإخراجه ويخرج. أسأل الله أن يحفظك، ولكنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. نعم. ولا يغتسل منه في حفظ الرحمن. موجودة بالفقه يا أخوان. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم، وهذا من الأصل أنك تعرف أمورك وتعرف طهارك. الله يبارك فيكم ويصلح لكم ما أعطاكم وأبنائكم، وتوجهونهم التوجيه الشرعي الصحيح. يعني مثل الأباء كيف توجه ابنك إن هذا الشيء، وهذا عادة ما يخرج من الشاب، يخرج من الإنسان الكبير يعني ربما. نعم. وحتى أمراض البروستات ترى ما تجي إلا بعد 50 سنة. فأسأل الله أن يحفظكم. تأتي أحيانا من العزوبي، تأتي العزوبي أكثر. أول متزوج اللي يعني له فترة عن زوجته تحصل اللي هو ما يبقى الودي. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويحماكم ويبارك فيكم. نعم. لا حياة في الدين أبدا، ما في حياة. الحين علم عيالنا وبناتنا، وهذه مسألة شرعية، وهذه مسألة هذه في كتب الفقه، هذه في كتب الفقه. نعم. وقال العلماء: هل المذي نجس أم لا؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنه نجس، ومنهم من قال لا يعتبر نجس، ومنهم من قال المني نجس، ومنهم من قال المني لا ما هو بنجس. وهذه وردت، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وردت في الصحاح، قال: وكنت أحته، نعم، من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في البخاري. نعم. ولا حياة في الدين نتكلم عن هذه الأمور أبدا. حتى المسائل الطهر، الطهر للنساء على الأمهات تعلم بنتها إنك الآن طهرتي، الآن واجب عليك العبادة. طيب لو حصل كذا، لو حصل كذا. مسائل السلس البول، مسائل يحصل عند الأبناء أو يحصل عند البنات، يعني اللي يحصل لو حصل متى تكون طاهر. مسائل الاستحاضة، مو الحيض، الاستحاضة. حديث فاطمة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، يعني لو حصلت الاستحاضة كيف تكون المرأة؟ أنها توضي لكل صلاة. هذه الأشياء الشرعية يجب على أخواتنا أن توجه البنات فيها، يعني معرفة صلاتها وعباداتها. الله يبارك فيكم وجزاكم الجنة. يا شيخ أنا ما حطول عليك، هو استشارة نعم. بس باختصار أنه في شيء يعني بدأ يحصل معي غريب من قبل أن أتخرج من الثانوي، حاليا عمري 28. أن كل ما يعني أعيش حياتي طبيعية كذا ما أشوف شيء، لكن يعني أنا مو من العادة إني أحب أقول الأمور الشخصية هذه لأحد، لكن هي ما هي بشيء. فلما مثلا أوفق أني أدعو الله عز وجل، وطبعا حينما أدعو عادي، لكن لما أدعو الله وأكون مثلا في خلوة أو في شيء ويحصل شيء من يعني الصدق أو الخشوع، يعني أستشعر يعني حضور الله عز وجل سبحانه وتعالى وأنا أدعوه أو شيء، أو حين الصلاة عند رمشة العين. هذا شيء غريب يعني، عند رمشة العين أرى ناس يعني من عائلتي أو ناس أعرفهم من أصحابي أو شيء، يعني يظهرون كأني أراهم في حلم أو شيء، هم لا أنا يعني صاحي، بس يأتون في أشكال يستهزئون بي في الهيئة اللي أنا أعبد الله فيها، وما يأتوني أبدا أبدا إلا هذا في ما الأوقات. رأيته. شوف اسمعني، ترى في اليقظة صح؟
نعم في اليقظة عند يعني رمشة اسمعني. العين يعني طيب. يستهزئون فيني، هذا لا، طيب. يضحكون، حركات واضح تنمرية، فهمت علي يا شيخ؟ واضح واضح أنا ما واضح. يخيفوني، أنا ما يخيفوني، بس ودي أعرف إيش هذا، والله طيب. أعلم يعني. طيب. سمي يا شيخ. الله يبارك فيك ويحفظك. هذا لو تسلم يا شيخ. غمضت عينك نعم وقريت عليك أنا لا رأيت أشياء أكثر من ذلك. بمعنى عجب. سبحان الله. نعم، هذا أحيانا يسمونه، كان قبل فترة يعني خرجوا فيها في الرياض عندنا، يسمونها يعني رقية الكشف، أن شخص بجنبك يغمض عينيه ويقرأ الشخص الآن راقي فيرى في المريض وش اللي في المريض، يعني بمعنى ما يراه هو من الجن. فأنت ما رأيته طبعا هو حقيقة هو، بس أنا ودي واضحة والله، الصورة واضحة يعني، بس اسمح لي خليني أسترسل بالكلام لكي تستفيد أنتم منه. فأول شيء إن هذا الأمر ننبه عليه ونقول هذا الأمر لا يجوز. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وبعض هيئة كبار العلماء أفتوا بحرمة ذلك، فنقول لا يجوز ذلك. يسمونها رقية الكشف قديما، وجددت الظاهر تالي يمكن قبل 20 سنة جددوها بعض ناس، طالب علم في جدة جددها وماتت، ونسأل الله أنها تموت لا تخرج مرة ثانية إلى العوام لأنها فتنة، نسأل الله العفو والعافية. والله ما كنت أدري يا شيخ طيب إنه تسمح لي طبعا. بس أكمل تفضل حديثي تفضل. بس وأبشر يا حبيبي، هذه مرة ثانية، الله المرة الثالثة بستأذنك وأنزل. تبشر الفردوس. يا جماعة ترى هذه أول شيء إن هذه الرقية لا تجوز شرعا، لأنها تعتبر من تلاعب الجن في الراقي وفي المريض. ثاني شيء لا يجوز لك شرعا الراقي أنك يعني تأمر الجن أن يبقى مثلا في هذا الجسد وتسأله نعم هل المريض اللي أمامنا فيه تلبس، هل فيه مثلا السحر موجود، وين مكانه. نعم هذا يعتبر لا يجوز لك شرعا، حقيقة لا يجوز لك شرعا، فهذه أمور محرمة. الثالث الأمر من هذه الرقية ربما أن يطلب منك بعض الأشياء تدخل فيها الشركيات، فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى وما أمرنا بذلك. ف أسأل الله أن يحفظ الجميع ويحفظكم ويحماكم. لكن أنا أقول ما رأيته هو يعني عادي جدا، أحيانا الغشاء يكون مثلا إنسان عن إنسان يختلف تماما، ربما أنك يعني ترى بعض الأشياء. فهذه الأشياء وأنا أخوك إذا ما كانت مرض نفسي ربما تكون يعني أشياء بسيطة تراها. أنا أوصيك بس بالقراءة بالرقية الشرعية وإن شاء الله تذهب. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك. هذا التوجيه اللي أنا أشوفه لك، وفي حفظ الرحمن. عندك شيء تبي تقوله في هذا الموضوع؟ أبشر. طيب الله يحفظك.